للأسف. نعم نعم للأسف قضية الدكتورة بان زياد طارق كانت هي القضية الأولى على الساحة العراقية، ونحن كناشطين وكمدافعين عن حقوق الإنسان وعن حقوق المرأة بعد أن وقفنا متصدين لموضوع هذا موضوع الدكتورة، نحن طالبنا بتحقيق شفاف، طالبنا بإعادة التحقيق بعد أن صدر القرار بأنه انتحار ويجب غلق الدعوة، لكن كل المؤشرات التي كانت في متناول أيدينا وكل المؤشرات والدلائل التي استطعنا الحصول عليها أو استطعنا التوصل إليها من خلال الإعلام ومن خلال بعض شهود منطقة الدكتورة المغدورة، تبين لنا أنها جريمة قتل تعرضت لها الدكتورة، وللأسف الشديد هذه الجريمة كانت جريمة قتل مروعة، وكان هنالك تمثيل بالجثة، كانت هنالك آثار تعذيب واضحة على جثة المغدورة، وأيضا كانت لا يوجد للأسف لا يوجد أي دليل على أن الحادث الذي تعرضت له قد يوصف بأنه انتحار. هنالك قطوع متساوية في أيدي الضحية، هنالك آثار واضحة للعنف، وهنالك دماء كثيرة تسيل من نعم. يجب أن يثبت هذا بالتحقيق. نحن نرجح أن هنالك اعتداءات، ونحن يعني نكاد نجزم أن الضحية قد تعرضت إلى التعذيب قبل الوفاة، لكن هذا ما يجب أن يثبته التحقيق بعد أن قام الناشطين وقامت بعض المهتمين بهذا الشأن بتقديم الدلائل للقضاء وبتقديم الدلائل في السوشيال ميديا. بعد أن أصبحت قضية رأي عام يجب أن يكون التحقيق شفاف، وهذا التحقيق هو من سيثبت أن المغدورة قد تعرضت للقتل. لكن للأسف نحن نواجه ضغط من الحكومة المركزية في بغداد، ونحن نواجه ضغط من القضاء، نواجه تكميم للأفواه.